أهلا وسهلا فيكم في محل السمك والأنهر والجسر. كان يا مكان نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي. يلا نحكي. اليوم راح أحكي لكم قصة عن 3 سمكات. كان في 3 سمكات عايشين في بركة زي هاي البركة. آه وهاي البركة بتودي لوين؟ للنهر. تمشي الماي بروح على النهر. يوم من الأيامات وهن هال3 سمكات قاعدين بهالبركة عم بوكلوا مبسوطين، واحدة بتحكي قصص، واحدة كذا. ال3 سمكات هدلوني في عندي 3 أشياء. السمكة الأولى مبادرة، وكل ما يصير إشي هي بتبلش وبتعرف يعني نشيطة، بتفكر بسرعة وبتعمل بسرعة. السمكة الثاني ذكية بس مش مبادرة، يعني بتفكر منيح بس إيش شوي كسلانة. والسمكة الثالثة كسلانة على الآخر، لا بتفكر، غبية، لا شيء. يوم من الأيامات وهن قاعدين عم بوكلوا وبيحكوا مش عارف شو، سمعوا صوت جنب البركة. طلعوا هيك ولا شافوا صيادين اللي بيصيدوا السمك. قال والله هاي البركة بيجي عليها سمك، إذا إحنا سكرنا وين بيروح الطريق للنهر نقدر ناخد السمكات بسهولة ونتصيدن بسهولة. السمكة المبادرة سمعت هذا الحكي وقالت للسمكات يا جماعة هدول جاي يصيدونا، تعال نهرب من إسا قبل ما يسكروا الطريق. السمكات لا أخذوا ولا أعطوا. قال طيب لا يجوا يصيدوا من نتصرف. هاي المبادرة والذكية قالت أنا مش راح أستنى. دغري وين راحت وين الطريق للنهر وهربت على النهر. اجوا الصيادين سكروا الطريق، ضل في سمكتين. السمكة الذكية هاي الحكيمة شوي كسلانة، شافت الصيادين ركضت لوين؟ بدها تهرب من وين؟ لعند النهر. بس وصلت لعند النهر الطريق تبع النهر لقيته مسدود. ايش بدها تعمل؟ ايش راح يصيدوني؟ ايش راح ياكلوني؟ ايش راح يقتلوني؟ ايش اعمل؟ فكرت هيك لانها ذكية وحكيمة. شو عملت حالها؟ عملت حالها ميتة. قامت قلبت هيك وطاشت على المي. اجوا الصيادين عند وين سكروا، طلعوا عليها هيك هاي سمكة ميتة. رموها هيك على جنب، رموها على جنب. بس هي اني راحوا دغري قفزت للنهر وهربت. ضل مين؟ ضل السمك الكسلاني. السمك الكسلاني تفتل بهالبركة. وبعدين اجت تروح، شافت الصيادين اجت تروح لغاد ما عرفتش اشي، تروح وترجع تروح وترجع تروح وترجع. والصيادين شافوها قالوا اوه هاي سمكة كبيرة ماكلة، إسا رح نصيدها. وراحوا جابوا الشبكة وحطوا المي هيك وطلعوا السمكة الكبيرة ايش الكسلانة. وهيك اتعلمنا من هاي القصة انه الواحد لازم اذا في اشي ما يأجله لبكرة لتاني يوم يعمله على المحل. والذكي ذكي، اما الكسلان اللي بتحركش اخرته الصيد والصيادين رح ياكلوا. شكرا لكم والى اللقاء في قصة تانية. اذا عجبتك القصة اكبسوا على السبسكرايب. هذا يا شايفيته مرة واحدة بس، وراح يوصلكوا هاي كثير قصص، مش بس هاي القصة، قصة الدب، قصة النحلة، قصة الحية، كله قصص كثيرة. إذا بدكم كمان قصص تاني قولوا لي هذا البريد الإلكتروني تبعي، الإيميل يعني، ابعتوا لي. بدكم أعيش لعندكم؟ أعيش لعندكم على البلد وين بدكم؟ باجي بحكي قصص، ابعتوا لي. يلا إلى اللقاء، باي.